مساء جديد وملفات جديدة، أهلا بكم. الجبير يؤكد أن الحشد الشعبي ميليشيا طائفية ارتكبت العديد من المجازر في العراق بإشراف إيراني. الحوثيون يواصلون سلوكهم الإجرامي ويفرضون إتاوات على اليمنيين في صنعاء. المساء من سكاي نيوز عربية مع فيصل بن حريز. انتقد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير استمرار تدخل طهران في شؤون دول المنطقة، وقال الجبير إن ميليشيا الحشد الشعبي في العراق مؤسسة طائفية تقاد من قبل ضباط إيرانيين، وعلى رأسهم قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وأكد وزير الخارجية السعودية أن ميليشيا الحشد الشعبي ارتكبت العديد من المجازر في محافظة الأنبار. الحشد الشعبي كما يعلم العالم مؤسسة طائفية بحتة. هناك مجازر ارتكبت في مناطق في العراق بالذات في الأنبار وغيرها من المناطق، والحشد الشعبي يقاد من قبل ضباط إيرانيين وعلى رأسهم قاسم سليماني. فأعتقد أنه من المهم نحن نؤيد الأشقاء في العراق في مواجهة الإرهاب وفي مواجهة داعش بالذات، ولكن أيضا نؤيد الوحدة العراق واستقلال العراق وعروبة العراق، ونحن نقف يعني ندعم كل الفئات في العراقية ولا نفرق بين طائفة أو طائفة أخرى. معنا من جدة الباحث السياسي